أهلا وسهلا فيكم بقناة أفلام الملكة. بيبدأ الفيلم بشخص بيكون عم يعمل طقوس سحر وبيقول منحني القدرة لرؤية ما بعد العالم، وبشيل عيونه وبيكمل الطقوس. بعدين منشوف أليس وهي قاعدة وعم تقرأ كتاب، وبتجي رفيقتها وبتسألها لشو الشناتي اللي ضاببتيها، فبتورجيها رسالة من أهله لدور، وبتقلها كيلي كيف بيتجرأوا يبعتولك رسالة بعد اللي عملوه، وإنه ابنهم كان السبب بفقدانها لطفلة. وبتخبرها أليس إنه حكت أستاذ قديم لإلها وقال لها إنه في غرفة فيها تقعد فيها وما حدا حيلاقيها. بتحاول كيلي تقنعها تبقى عندها، بس هي بتقلها إنه لازم تمشي لأنه رح يلاقيها ويقتلها، وبتكون متضايقة كتير. وتاني يوم بتروح على المكان يلي بعتها عليه الأستاذ، ولما بتصل بتدق الباب بس ما حدا بيفتح، فبتفتحه وبتفوت. وهي عم تتفرج على البيت بتجي الست صاحبة البيت وبتقلها شو عم تعملي ببيتي، فبتقلها أليس إنه السيد شرفيك بعتها وقال لها إنه هون ممكن تلاقي غرفة للإيجار، فبتقلها الست إنه ممكن تاخد الغرفة العلوية وبتطلعها لتورجيها إياها، وبتكون غرفة بالعلية وكلها خردة وبدها تنظيف، فبتوافق أليس إنه تاخدها، وبتقلها الست على بعض القواعد اللي لازم تلتزم فيها، وبتقلها إنه بنت أختها تومي عايشة معهم وأخوها جو عايش بالطابق السفلي. وبعد ما ترتب المكان بتنزل من غرفتها وبتشوف جو فبتسلم عليه، وبصير يحكي كلام غريب وبيقلها بس دم المسيح بيقدر ينقذك هلأ، وبتتركه وبتمشي. وبالليل بتكون قاعدة بغرفتها وعم تظبط الأغراض وتسمع أغاني، وبتجي لعندها تومي وبتقلها ليش حطوكي هون، فبتقلها أليس إنه خالتها قالت إنه ما في غير هي الغرفة، فبتقلها تومي إنه في كتير غرف بهذا البيت وهي بتحكي مع خالتها، بس أليس بترفض وبتقلها إنه المكان مثالي لدراستها، وبتعرض عليها تومي تساعدها وبتوافق أليس. وبعدها منشوف ولد بقاعة الألعاب وبيكونوا بدهم يحتفلوا بعيد ميلاد صديقهم، وبيستأذنون ليروح الحمام، وهو بالحمام بيجي رجال وبيخطفه. ولما بتكون أليس بغرفتها بتنتبه لفتحة بالأرض وبتلاقي فيها قطعة قماش ملفوفة، ولما بتفتحها بتلاقي فيها رموز ونجمة مرسومة بالنص، فبتروح وبتصير تبحث عن النت لتعرف شو هي الرموز. بعدين منشوف وحدة هي وبنتها الرضيعة بالحديقة وبيجيها اتصال، فبتوقف على جنب لتحكي، ولما بترجع ما بتلاقي بنتها وبتصير تصرخ، وبتكون أليس مارقة بسيارتها وبتشوفها. بتروح بتقابل شخص لحتى تسأله بعض الأسئلة بخصوص موضوع بحثها يلي عم تشتغل عليه، ولما بترجع على البيت بتقعد مع تومي وبتصير تحكي معه، وبتسألها عن خالتها وليش هيك بتتصرف معها، فبتقلها إنه هي بتتعامل معها وبتسايرها لحتى ما تزعجها، وإنه خالتها مالها لطيفة بتعاملها مع الناس. وبتسألها أليس إذا هي عاشت من زمان بهذا البيت وبتقلها إيه، وبيقوموا بتصير تورجيها على البيت، وبتورجيها لوحة لبنت الخاتمة جيزايا يلي كانت بالبيت، وبتقلها إنه خالتها أوقات بتوقف وبتحكي معها. بتفوتها على المكتبة وبتورجيها غرفة سرية فيها أوراق كتير ومقالات قديمة، وبتقلها حتروح تجيب شي يشربوه وترجع، وبتنبهها إنه ما تطلع صوت مشان ما تشوفها خالتها. وبتصير أليس تتفرج على الأوراق وبتلاقي مخططات عليهم نفس الرموز والنجمة. بعدين بتشوف أليس حالها بمكان مخيف وفي ساحرة شكلها مرعب عم تعمل طقوس على مخطوطة، وإيدين أليس متشنجين وعم ينسفوا على المخطوطة، وبعدها بتظهر لها نجمة الشيطان من نار، وبتصحى أليس وبيكون كل هذا حلم، فبتقوم وبتصير تتفرج على المقالات اللي لقتها والمخططات. وبعدها منشوفها وهي عم ترسم نفس الرمز على الأرض، وبتسمع صوت من برا، ولما بتطلع من الشباك بتلاقي جو واقف تحت، فبترجع لتختها فوراً. وهي نايمة منشوف خيال أسود ظهر على الحيط، وشخص مرعب بيطلع عليها من باب غرفتها، بعدين بيفوت لعندها وبيقول لها نامي رح تستيقظي كتير، وبيختفي وهي بتصير تتحرك وهي نايمة. بعدين منشوف ختيار ماشي بالغابة وحامل بيبي، وبيروح بيعطيه لساحرة عم تعمل طقوسها بالغابة. ومنشوف أليس وهي ماشية بالغابة وبتوقف من بعيد وبتشوفهم وهن عم يعملوا الطقوس وكيف بيجيبوا البيبي ليضحوا فيه، وبيجي الشخص المرعب من وراها وبيقول لها لا تخافي هذا كله مشانك. ومنشوف وش الساحرة يلي بيكون مخيف كتير، والرجال المرعب بيختفي، فبتهرب أليس. بعدها بتكون الساحرة كيزاي عم تحكي الشيطان يلي بيقول لها إنه هلأ بدم البراءة ولد الوحش، ومنشوف كيف الوحش عم يبلش قلبه يدق ويتكون. بعدها بتصحى أليس وبتكون متضايقة وبتتقيأ، ولما بتشوف الوقت بتلاقي حالها تأخرت على المحاضرة، وبتلبس فوراً وبتروح. وهي بالمحاضرة بتكون عم تحكي لهم على علم الطاقة وعلاقته بالأشكال الهندسية، وفجأة بتصير تهلوس بشغلات غريبة وبيغمى عليها، فبيطلعوها لبرا، وبتسألها صديقتها كيلي شو عم يصير معها، وبتقلها إنه كل شي مخربط والأحلام عم تنخلط بالواقع، فبتقلها كيلي إنها بتعرف شخص ممكن يساعدهم، وبالفعل بيروحوا لعنده وبيسألوه على بيت هانا يلي مستأجرة فيه أليس، وبيقلها إنه في كتير حكايات عن هذا البيت، وبتسأله عن بنت الخادمة كيزايا، فبيقلها إنها ساحرة وإنه كانت تستدرج الأطفال لتحطهم بالغرفة العلوية وتقتلهم، ولما اكتشفوا الناس هالشي حرقوها، وبعد ما حرقوها بينت العظام يلي كانت موجودة تحت الأرضية بالغرفة العلوية، ولهلأ في كتير من الأطفال مفقودين. وبيقلها إنه كيزايا بتكون فيرزيرا زوجة الشيطان. ولما بيكونوا أليس وكيلي راجعين بالسيارة بتصير كيلي تقنعها إنه تطلع من البيت فوراً، بس أليس بتقلها إنه بقيلها شوي بتثبت بحثها وما فيها تترك هلأ.
وبتوصلها على البيت. ولما بتنزل أليس بتطلع الساحرة من ورا كيلي وبتقتلها. وتاني يوم لما بتكون أليس بالمحاضرة بصير أنفها ينزف كتير، فبتركض على الحمام وهي عم تطلع بالمراية بتتفاجأ وكأنها انتقلت لعالم تاني. وبتطلع من الحمام بقلب البيت وبتظهر لها الساحرة بهيئة مرعبة، فبتصير تركض وبتطلع من البيت على الحقل. وبيطلع لها الشخص المرعب وبصير يلحقها، وهي عم تركض بتطلع وراها وبتشوفه فبتخاف وبتصير تركض بأسرع ما عندها. وبتصل على بركة مي وبتوقع فيها وبتكمل سباحة. ولما بتصل بتجي مرة وبتنفخ دخان بوشها وبيغمى عليها. بعدين منشوفها وهي قاعدة ومالها بوعيها وحواليها مجموعة من الأشخاص يلي شكلهم غريب وشاعلين نار وعم يرقصوا. ومنشوف روحها عم تركض وبتدخل بباب كله نور. بهذا الوقت بتصحى وبتكون تومي عم تصحيها وبتقلها إنه هي هلأ بأمان وإنها كانت منصابة بحمى. وبالليل وهي نايمة بتشوف حالها ببيت مجموعة من الأشخاص المخيفين، وبتصير تصرخ وبتصحى فوراً. وبتطلع على تومي وبتتذكر إنها شافتها بالحلم وكانت واحدة من الأشخاص المرعبين. والصبح منشوف صاحبة البيت عم تعزف وأليس بغرفتها ومنصابة بحمى شديدة. بعدين بتروح أليس لعند الدكتور هارمون، بيكون هو طالبها ليناقش معها نتيجة فحص دمها، وبيخبرها إنها حامل فبتستغرب كتير وبتقول له هالشي مستحيل وبتمشي فوراً. بعدين منشوف جو قاعد وعم يقول حتحتقروا نفسكم من كل الشرور يلي ارتكبتوها وكل أعمالكم، وبيضل عم يكرر هالحكي. بتصحى أليس وبتسمعه وبتصير تلحق مصدر الصوت، وهي نازلة على الدرج بيطلع لها حبيبها القديم يلي كانت خايفة يقتلها وبيهجم عليها وبصير يحاول يخنقها. بيسمع جو فبيحمل عصاية وبيروح لعنده وبصير يضربه لحتى يموت. وبتقول له أليس أنت قتلته، فبيقول له جو إنه هذا مو أول واحد بقتله مشانك، وبيقول له إنه كيفن كان هادئ لوقت طويل وبسببك هي رجعت. فبتقول له أليس أنت يلي كنت تاخد الأطفال، وبيقول له إيه، وإنها كانت تتحكم فيه على طول وبتجبره يعمل هيك. فبتهرب أليس وبيقول له جو أسرعي والشر عم ينمو بسرعة بداخلك. بعدين منشوفها واقفة وقدامها تومي وبتقول لها هي أنتي، وبتقول لها إنها شافتها هنيك وإنها جزء من كل شي عم يصير. فبتطلب المساعدة من تومي وبتورجيها سكين وبتقول لها هي مصدر قوتها، وبتقول لها افتحي البوابة واستعمليها ضدها، وبتختفي تومي. ولما بتكون صاحبة البيت قاعدة بيجي لعندها الشخص يلي استشارته أليس وبيقول لها إنه بدا، وبتسأله شو حنعمل مشان تومي، فبيقول لها إنها احتارت. وأليس بتكون راسمة على الأرض رموز وقاعدة على الأرض وعم تحكي كلام غريب. بعدين منشوف جو فاق وفي أصوات كتير عم تقول له اقتل حالك، فبيقوم وبياخد حديدة وبصير يجرح رقبته، والأصوات تقول له اقطع كمان لحتى يقطع راسه. وتومي وهي نايمة بتجي لعندها خالتها وبتصحى بس ما بتقدر تتحرك، وبتقول لها خالتها أنا بحبك بس أنتي خنتي السحرة، وبترفع السكين وبتصير تطعنها بقوة لحتى تموت. وبتكون أليس لسه بنفس المكان وعم تحكي شغلات غريبة، وفجأة وهي قاعدة بترتفع عن الأرض وبتطلع للساحرة وبترميها على الأرض. فبتركض أليس لتهرب وبتحمل شمعدان، وأول ما بتشوف صاحبة البيت بتقتلها. وبعد ما تصحى بتلاقي حالها على الأرض والساحرة جنبها، فبتحمل السكين وقبل ما تطعنها بتختفي وبتركض على المرة صاحبة البيت وبتضل عم تطعنها. بعدين بتركض وبتطلع من البيت وبتلاقي كيلي قدامها بشكل مخيف، فبتركض وبتهرب منها، بس بالأخير بتلاقيها وبتقلها ليش عم تهربي مني، وبتقلها بس أعطيني السكين. فبتقلها أليس أنا بعرف إنك كزايا، فبتصرخ عليها وبتقلها أعطيني السكين، فبتطعنها وفوراً بيتحول شكلها للساحرة المخيفة، وبتصرخ وبيطلع منها نور قوي وبتحترق وبتموت. بالأخير منشوف أليس رجعت على البيت وبتفتح الباب وبتتسطح على الأرض وبتنام. وبعدين منشوفها نايمة على الكنباية جنب كيلي، ولما بتصحى بيتفاجئوا إنه بطنها كبير وبيستغربوا. بتقوم أليس بتشوف بطنها، ولما بترفع راسها منلاقي عيونها صاروا سود ومخيفين. ولهون بتخلص قصة الفيلم، وإذا عجبكم لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.